شفنا مؤخرا باللي المغرب اعلنت عن تفعيل نظام اليقظه الصحيه لمواجهه اي احتمال تسرب حشرات بق الفراش للتراب الوطني. علاش هاد الشويه؟ هاد الحشره كاينه غير في فرنسا. اجي نفهموا القصه من الاول. هاد الشيء دار من بعد ما ترصدت هاد الحشره فواحد الباطو جاي من فرنسا، والبور ديال طنجه فعل نظام اليقظه الصحيه. هاد الشيء طرا من بعد اسابيع ما انتشروا شي فيديوهات اللي كيوثقوا غزو رهيب ديال هاد الحشره في فرنسا وبالاخص في باريس. البق ثم البق، حذاري ثم حذاري، خصوصا في لي موين دو ترونسبور بحال الطوبيسات، المترو وحتى في السينما. هادشي اللي خلى الناس من بعد يمشيو هاد البلايص يديو معاهم هاد الحشره للدار. هادشي اللي خلاها تنتشر وتكاثر بشكل رهيب. هادشي اللي خلى السكان ديال باري انهم يتخلعوا بزاف، حيت هادشي ما عمرهم شافوه. وهادشي اللي خلى وسائل الاعلام في العالم كامل كيدويو على هاد المشكل، خصوصا ان فرنسا كيجيو لها السياح من بلايص بزاف. وهادشي اللي هدد السياحه لفرنسا، وهدد حتى التنظيم ديال فرنسا الاولمبياد باريس اللي غيكون العام الجاي. وكما كتعرفوا العالم مرتبط مع بعضه، اذا كاينين طيارات وباطوات كيجيو من فرنسا للمغرب. هادشي اللي خلى المغرب تحرك قبل ما يوقع داكشي اللي وقع في فرنسا، وتعلن نظام اليقظه الصحيه. اشنو بعد هاد البق؟ واش كيشكل شي خطر؟ ياك ديما كنسمعوا به وما عمرنا تخلعنا بهاد الدرجه هادي. اولا البق هي حشره عاديه كانت شحال هادي ومنتشره بزاف، ولكن اختفت تقريبا في الخمسينات، ولكن رجعت عاوتاني دابا. حشره البق هي حشره صغيره بزاف، ما كيتجاوزش الطول ديالها 7 ملم، تقريبا قد الزريعه ديال التفاح، واللون ديالها احمر غادي البني. هاد الحشره كتخبى في الحوايج والفراش واي حاجه ديال الخشب، خصوصا في القنات ديالها. هادشي اللي ما كيخليكش تشوفها كاع. اكبر مشكل في هاد الحشره هو سرعه الانتشار ديالها، يعني كتكاثر بزاف لا لقات الظروف الملائمه ديال التكاثر ديالها. حيت الانثى ديال هاد الحشره كتحط ما بين 200 و 500 بيضه في العام، وضربها على هاد الحشرات اللي كاينين وتخيل نسبه التكاثر ديالها، وتخيل انها ممكن تعيش 12 شهر بلا ما تاكل ولا تشرب. وزيد هاد الحشره كتقاوم بزاف المبيدات الحشريه ولا بايكو. هاد الحشره ما كتحملش الضوء، عزيز الا تعيش في الظلام. وهاد الحشره فيها تقريبا 100 نواه. هادشي اللي كيصعب انك تهنى من هاد الحشره. هاد الحشره كتغذى بدم البشر، يعني كتقص الانسان وكتمص الدم ديالو. ولكن المشكل انها كتخلي واحد الاحمرار في الجلد ديال البشر، كتسبب واحد الحكه اللي قويه واللي ممكن تطور وتسبب تهيج جلدي. وبما انها كتمص دم الانسان فالناس خايفين لا تنقل الامراض وتسبب شي وباء لا قدر الله. ولكن لحسن الحظ لحد الان ما كتنشر حتى شي امراض. الا بانت لك هاد الحشره في الدار، ها باش كينصحوك المختصين: خصك تغسل الفراش ديالك بماء سخون اللي فايت 55 درجه، حيت السخونيه كتقضي على البق. خصك ترش دوك البلايص ببايكو. والا بان لك شي فراش اللي داخل ليه البق لواحد الدرجه اللي كبيره، ما عليك غير تلوح داكشي لبرا، حيت ما يمكنش تغلب عليه. ولا كان شي انتشار كبير في الدار فضروري خصك تتصل بالناس المختصين. نتمنوا هادشي ما يوصلش لعندنا. القضيه ما وقفتش هنا، بل واحد الصحفي ربط الانتشار ديال هاد الحشره بالنظافه الشخصيه ديال المهاجرين، وقال لهم هما اللي جابوا هاد الحشره. قبل ما نسالي بغيت نسولك: واش بصح هاد الحشره سببها المهاجرين ولا الفرنسيين براسهم؟ واش فرنسا تقدر تصدر هاد الحشره؟ واش تقدر تنظم الالعاب الاولمبيه الجايين؟